رواد ورائدات السينما المصرية. شالوم العبقري المنسي. على الرغم من قلة المعلومات المتاحة عنه ونسيان السينما وصناعها له، فإنه من الواجب علينا تذكر عبقري الكوميديا شالوم بكثير من العرفان والتقدير. ولد شالوم في الإسكندرية عام 1900، وكان شالوم اليهودي الديانة يهوى التمثيل، ويقال أنه كان يظهر في عروض فرقة فوزي الجزائري. من ضمن ما قيل عنه أن اسمه الحقيقي ليس شالوم بل هو ليو أنجل، وقيل أن مكتشفاه للسينما هو رائد السينما مدير التصوير الإيطالي السكندري الفيزي أورفانيلي. ولكن أيا كان اسمه فقد عرفناه على الأفيشات وفي التترات والمقالات باسم شالوم. كان هو نفسه مبتكر ملامح وأسلوب شخصية شالوم التي شاهدناها في السينما، وليس توجو مزراحي أو أورفانيلي كما أشيع، لتكون النموذج الساخر من شخصية اليهودي المصري التقليدي. وكما استطاع توجو مزراحي فيما بعد استقطاب المصوران محمود نصر وشقيقه عبد الحليم نصر من استوديو الفيزي، استطاع قبلها أن يستقطب شالوم، وعمل على تطوير شخصية شالوم في السينما. وكان المخرج توجو مزراحي قد اشترى مسرح بكوس بالاسكندرية وحوله إلى استوديو وبلاتو. وبالفعل في عام 1930 ميلادية قدم توجو مزراحي مع شالوم أول أفلامهما الكوكايين. عرض فيلم الكوكايين كفيلم صامت أواخر سنة 1930 في الإسكندرية، وعرض بعدها ب3 شهور في القاهرة تحت اسم الهاوية. وكان فيلما جادا يناقش مشكلة تفشي الكوكايين في المجتمع وقتها. على الرغم من جدية البداية، إلا أن شالوم كان مقدرا له أن يكون شارلي شابلن العرب. تميز أداء شالوم بالبساطة الشديدة والسخرية المطلقة، وكانت شخصية شالوم هي أول شخصية نمطية عرفتها السينما. وبعد فيلم الهاوية الصامت قام بأول بطولة منفردة له أواخر عام 1932، وهو فيلم 5000 واحد، أحد أوائل الأفلام الناطقة في السينما، الذي انطلق بشالوم بسرعة الصاروخ وجذب الانتباه لموهبة كوميدية لم يتوقعها أحد في مصر. في عام 1934 قام شالوم ببطولة فيلم المندوبان مع الفنان عبده محرم، الذي كان يشاركه البطولة في دور عبده. ومن بعده قام بها العبقري أحمد حداد، وهو ليس الفنان أحمد حداد عضو فريق ساعة الألبك. وكانت أفلامه تدور عن شالوم وعبده، الشبان اليهودي والمسلم، بائع اليانصيب وصبي الجزار، اللتان يخوضان العديد من المواقف الكوميدية سويا. وفي نفس العام تم عرض فيلم الكوكايين الهاوية مرة أخرى بعد إضافة الصوت له. في عام 1935 قام شالوم ببطولة فيلم شالوم الترجمان، وقد كان الفنان شالوم أول فنان تكتب له نصوص خاصة للسينما قبل الكوميديان إسماعيل ياسين. وفي العام 1937 قام ببطولة فيلم شالوم الرياضي، وقد ظهر في الفيلم الفنان محمود شكوكو ككومبارس ناطق لعدة ثواني. أما آخر أفلامه فهو العز بهدلة مع أحمد حداد، وكان ذلك في نفس السنة 1937. بعدها اختفى الفنان شالوم عن الساحة فجأة، واختلفت الأقاويل حول سبب اختفائه. البعض عدا ذلك لظهور علي الكسار على الساحة بقوة، مما سحب البساط عن شالوم، وهو إلى حد ما من المستبعد، حيث أن شخصية شالوم التي كان يقدمها كانت ما زالت ثرية، ناهيك عن كونها بعيدة كل البعد عن الشخصيات التي كان يقدمها الفنان علي الكسار. وعزى آخرون السبب لبعض الحساسيات لكونه يهوديا، ولكن السينما وقتها كانت تحتضن الكثير من اليهود المصريين، لهذا يظل سبب اختفاء شالوم في أوج نجاحه مع قلة المعلومات المتوفرة عنه لغزا غير محسوم. هكذا اختفى شالوم من الساحة فجأة ليموت في روما
في 14 من شهر مايو عام 1948.